قالوا إن الصبر درج لمن عرج إلى الفرج، والصبر نوعين: صبر على السراء وصبر على الضراء. وبعض العلماء قالوا أن الصبر على السراء أصعب بكثير من الصبر على الضراء. فمثلا الصبر على الغنى قد يكون أصعب من الصبر على الفقر، فالواحد أنه يصبر وما يصرف ماله في الحرام قد يكون جدا صعب. الصبر على الصحة قد يكون أصعب من الصبر على المرض، لما الواحد يكون في نعمة الصحة ويصبر ولا يستخدم هذه الصحة في غلط وفي ظلم الناس. الصبر على نعمة الفراغ قد تكون أصعب من الصبر على الانشغال، أن الواحد ما يستخدم الفراغ اللي هو فيه في عمل سيء. لذلك الصبر اختباره الحقيقي هو عند المقدرة، لما الواحد يقدر يسوي شيء غلط ويصبر عن أنه يسويه. وبالتالي فالصبر قالوا عنه أنه أم الفضائل، لا توجد فضيلة ولا يوجد خلق حسن ممكن الواحد يطبقه بدون الصبر.